السلام عليكم. خليني أشارك معاك قصة صغيرة. من حوالي شهر بالظبط كان في فكرة في دماغي وكنت عايز أنفذها، وفعلا أتيحت لي الفرصة إن أنا أنفذها، وبدأت أمشي فيها وأنفذ فيها واحدة واحدة. والفكرة دي بمشيئة الله الفكرة دي فشلت مني. فخسرت فيها فلوس وجهد ووقت. فضلت بقى زعلان عن القرارات اللي أنا خدتها قبل كده، وان القرارات دي كانت غلط، وان الفكرة دي ما كانتش احسن حاجة ان انا امشي فيها دلوقتي. وقعدت افكر وزعلان بقى على اللي حصل. وفي نفس ذات الوقت انا اصلا كنت في فترة امتحانات وعمال افكر في الامتحانات، ومع التفكير في الامتحانات وضغط الامتحانات عمال افكر برضو بعد الامتحانات النتيجة هتكون عاملة ازاي، وايه اللي هعمله بعد الامتحانات. طب الاجازة دي هستغلها في ايه؟ من الحاجات اللي لاحظتها على نفسي في خلال الفترة دي، اللي هي كنت عمال افكر فيها تفكير مفرط وتفكير زيادة، ان انا كانت معظم قراراتي كانت غلط. حتى الانشطه اليوميه بتاعتي ما كنتش عارف اعملها بشكل كويس، ما كنتش عارف انام كويس، ما كنتش عارف اكل، ما كنتش عارف اعيش حياتي بشكل طبيعي زي الناس. حتى الصلاه كنت اجي اصلي اتلخبط وانا بصلي من كتر ما دماغي فيها حاجات مشغول بيها وعمال افكر فيها بشكل مفرط. ناهيك خالص عن تعب الاعصاب والتعب الجسدي اللي انت بتحس بيه بدون اي سبب. بس حاليا الحمد لله بدات اعالج الموضوع، وبدات الاحظ فرق فعلا عن قبل كده. بدات الاحظ فرق في تفكيري، بدات الاحظ فرق في الصفاء الذهني، بدات الاحظ فرق في المهام اليوميه اللي انا ما كنتش بعرف أديها كويس بسبب التفكير المفرط اللي أنا كنت فيه. لما بدأت أشتغل إن أنا أعالج موضوع التفكير المفرط ده، بدأ يأثر على ركائز أساسية في حياتي زي النوم والأكل وغيره من الحاجات. فبالتالي الحاجات دي بتأثر على حياتي بشكل عام بشكل إيجابي. ممكن ما تلاقيش ناس كتير على الميديا بتتكلم عن الموضوع ده، بس أنا حبيت أتكلم عنه لأني بشوف كتير شباب التفكير المفرط مستحوذ على دماغهم، وهم حتى كمان مش عارفين إن دي مشكلة، ومش عارفين إن هم ممكن يعالجوها واحدة واحدة. ممكن ما تشوفش إن دي مشكلة، بس دي مشكلة فعلا، لأن أنت مع تقدمك في السن بتزيد المسؤولية عليك وبتزيد القرارات اللي أنت هتعوز تاخدها. فلما أنت تكون بتفكر بزيادة وعندك تفكير مفرط، فالقرارات اللي انت هتاخدها لو انت خدتها بشكل غلط، او حتى ممكن تكون الاجابة قدامك واضحة، الطريق قدامك واضح، الاختيار قدامك واضح، بس انت مع التفكير الزيادة تاخده بشكل غلط فيأثر على حياتك كلها بشكل سلبي. وفي الفيديو ده ان شاء الله هعرفك ازاي تحل المشكلة دي زي ما انا حلتها. طيب، مشكلة التفكير المفرط قبل ما تعرف ازاي حلها لازم تعرف اصلها، لازم تعرف الجذور بتاعتها عشان تعرف تحلها. الشخص اللي بيفكر كتير بيفكر في 3 حاجات بس. اول حاجة بيفكر في الماضي، فده يسبب له حزن واكتئاب على القرارات اللي هو خدها زي ما حصل معايا بالظبط، ويبدأ يأثر عليه بشكل سلبي. تاني حاجة بيفكر بزيادة في الحاضر، فيسبب له ضعف في قدرة اتخاذ القرار، او زي ما بيسموها analysis paralysis، بيسبب له شلل ان هو مش عارف ياخد قرار ايه. تالت حاجة بيفكر في المستقبل، فبيسبب له قلق وخوف من المستقبل، او زي ما بيسموها الخوف من المجهول. المجهول هنا هو المستقبل. هنتكلم بالتفصيل عن كل واحدة فيهم، وهنتكلم عن اسبابها، وهنتكلم ازاي تشتغل عليها وتعالجها. اول حاجة التفكير في الماضي. التفكير في الماضي سببه انك بتفكر في فرصة فاتت، او بتفكر في فعل معين او حاجة معينة انت عملتها وندمان عليها. اللي انا عملته عشان احل الموضوع ده هما حاجتين. اول حاجة الحل العقلي، ان انت تكون مقتنع بشكل كامل ان مهما كان اللي حصل او مهما كان اللي انت عملته فهو خلاص خلاص، واحنا حاليا في الحاضر. الحل التاني وهو ده اللي ممكن يغير اللي فات، اللي هو انت لازم تاخد اكشن، لازم تنغمس في الحاضر بشكل كبير في سبيل انك بتحاول تغير اللي حصل زمان او النتيجة اللي انت مش حاببها قبل كده. على سبيل المثال، لو انت بتلعب شطرنج وعملت شوية حركات غلط، فانت الحل الانسب لو انت حسيت نفسك عامل كام حركة غلط وحاسس نفسك انك هتتهزم، انك ما تقعدش تفكر في الحركات الغلط اللي فاتت وتقول انا غلطت في كذا انا غلطت في كذا. لا، تفكر ايه احسن حركة انا ممكن اعملها دلوقتي، ايه احسن خطوة انا ممكن اعملها دلوقتي. لو فعلا عملت حركة كويسة او خطوة كويسة، ممكن تصحح الخطوات الوحشة اللي انا عملتها قبل كده. ده بالنسبة للتفكير في الماضي. لازم يكون عندك اقتناع بشكل كامل ان اللي حصل حصل مش هتقدر تغيره. تاني حاجة لازم تاخد اكشن في الوقت الحاضر. التفكير في الحاضر ليه اسباب كتير. من الاسباب دي الخوف من الفشل، ان انا مثلا شغال على حاجة او بذاكر مادة مثلا وهمتحنها وخايف ان انا افشل في الحاجة دي. تاني سبب ان العقل البشري لما يتحط بين اختيارات كتير بيترجم الاختيارات دي
على انها ضغط، وبيترجم الضغط ده على انه حاجة خطر. فاقرب طريق امن ليه ان هو يبعد عن الخطر ان هو ما يعملش اي حاجة او ما ياخدش اي قرار لما بيفكر بشكل زايد في الاختيارات دي. فبتدخل في دايرة مقفولة، بتدخل في دايرة مقفولة ان انت بتفكر زيادة، بعدين ما تعملش حاجة، فلما ما تعملش حاجة ضميرك يأنبك فبتفكر زيادة تاني، فما تعملش حاجة فضميرك يأنبك فبتفكر زيادة تاني. الحل بتاع التفكير في الحاضر انك ببساطة تموت الاختيارات دي، تبدأ تمشي فيها واحدة واحدة، تشيل منها اللي مش ضروري والضروري تبدأ تمشي فيه. مع الاختيارات اللي انت عمال تمشي فيها ممكن تفشل، وده طبيعي جدا عادي. ومع الفشل المتكرر هيقلل خوفك من الفشل. ومع الاختيارات اللي انت مشيت فيها وعرفت انك فشلت فيها وده مش الصح، هيقلل الاختيارات قدامك، بالتالي هيقلل الضغط على دماغك، بالتالي هي ينور عينك تشوف الاختيار الصح. فما تبصش على الاختيار الفاشل ان هو فشل، بل بص ان هو بداية اختيار ناجح. ده بالنسبة للتفكير في الحاضر. النوع الثالث اللي هو التفكير في المستقبل. سبب التفكير المفرط في المستقبل اللي هو الخوف من المجهول، الخوف من حاجة انت مش عارفها. على سبيل المثال لو جبت صندوق فاضي وقلت لك افتح الصندوق ده، انت مش عارف ايه اللي جواه، فهيكون عندك نسبة خوف. هل ممكن الحاجة اللي جوه الصندوق دي تضرني او تنفعني؟ مش عارف. فانت بشكل تلقائي بتتجنب انك مثلا ما تفتحش الصندوق ده، لان برضو احتمالية انك تكون امن وانت ما فتحتوش اكتر من غير لما تفتحه، عشان انت مش عارف ايه اللي جواه. فانت بتخاف من المجهول. من الحاجات اللي عملتها عشان اعالج الموضوع ده اللي هو الخوف من المستقبل، ان انا بخطط للايام اللي جايه، بخطط للمستقبل، بخطط انا عايز اعمل ايه، بخطط للاهداف بتاعتي اللي انا عايز اعملها بعدين. الشيء ده بيقلل التوتر بتاعك، وعلى الاقل حتى لو التخطيط بتاعك ما نجحش فانت بتكون في موقف احسن من اللي هو ما خططش خالص. ده اول حل. تاني حل انك تكون برضو مدرك وواعي ان ربنا اللي نجاك من حاجات كتير هينجيك من الايام اللي جايه، هينجيك من المستقبل المجهول اللي انت مش عارفه. ياما عدى عليك مواقف كنت بتقول يا رب عدي بس من الموقف ده، وفعلا عديت منه بمشيئه ربنا. في مثال جميل بحب استشهد بيه في الموضوع ده، موضوع اللي هو الخوف من المستقبل. ان انت بتبقى راكب السفينة او الطيارة في عرض البحر او في السماء الواسعة، مش عارف مين السواق بتاعها. اكيد بشر زيي وزيك بيغلط، ممكن يغلط وهو سايق، ممكن يغلط وانت طاير في الجو بالطيارة، وبتبقى قاعد مطمن. فما بالك بحياتك ومستقبلك اللي هم بإيد ربنا، اللي هو عارف انت بتفكر في ايه، وعارف انت خايف من ايه، وعارف ايه اللي نافع ليك اكتر. ده بالنسبة للتفكير في المستقبل. اول حاجة حاول تخطط لمستقبلك، تاني حاجة تكون مؤمن بقضاء الله وقدره وتدبيره. وبس كده، نشوفكم في الفيديو الجاي، ومع السلامة. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.